السلام عليكم، بونجور. اليوم بسوي كيكة الموز حلوة ولذيذة ومنتفشة، والمقادير كلها متواجدة بالبيت عندنا. عندي 3 حبات موز يكون مستويين، راح أهرسهم. طبعا إذا كان الموز مستوي يكون نسبة السكر عالية. حلو. 3 بيضات على درجة حرارة الغرفة، عليهم قفشة كبيرة من الفانيليا، نص قلاص من السكر البني، ونص قلاص من السكر الأبيض، نخلطهم عدل. إصبع من الزبدة يكون على درجة حرارة الغرفة، قفشة صغيرة من الملح، قفشة صغيرة من البيكربونات الصودا. عندنا هني جوز البيكان نص قلاص، راح أضيف مع هريس الموز واخلطهم. قلاصين من الطحين الأبيض أنخلهم، عليهم قفشة وسط من البيكنج باودر، نخلطهم مع بعض. ندهن القالب بالزبدة ونرش عليه شوية طحين، نحرك القالب، نضيف كيكة الموز تعطينا نفس القوام هذا. أزينه بالشوفان، اللي حاب يزين بالشوفان كيفه، وشوية من الكازو، أنا أحب الكازو وايد على كيكة الموز. وبالفرن 160 45 دقيقة. شوف أعطتني هاللون الحلو، محمش مقرمش من برا وطري من داخل. واليهال دايما يحبون ترى كيكة الموز. شوفوها شلون مستوية وخالصة ومنتفشة. أحب أضيف عليها صلصة دبس التمر، وايد وايد حلوة. شوفوا جربوا انتم، يعني لا تحطون على الكيكة كلها، أول شيء اخذوا قطعة وحطوا دبس التمر، عجبتكم حطوا على الكيكة كلها. ومعروف دبس التمر كلها فوايد، ترفة وايد ترفة. تابعوني على قناتي غزالة أنوار، وكل شيء ينزل جديد عندكم وبالعافية. هذه كيكة الموز، ما شاء الله ريحتها قوية.